ازيكم يا حلوين؟ حابة بس قبل ما نبدأ فيلمنا افكركم باللايك اللي دايما بتنسوه، والمرة دي بجد انا زعلانة منكم، ولو لسه بتتفرج عليا وما اشتركتش اشترك في القناة. ويلا بينا نبدأ فيلمنا. فيلمنا بيبدأ معانا بسيرينا وكان صغير وبيقول هنا انا كنت بحب اتفرج على الابطال الخارجين، لكن دلوقتي بقيت بحب اتفرج على رومانسي وبس. وده من يوم ما قابلت صاحبتي فاسو اللي اتعرفت عليه. يجي اليوم وبتسافر فاسو من غير ما تعرفه، ولما بيعرف ان هي ما سألتش عليه قبل ما تسافر، سارينا بياخد وعد هو واصحابه ان كل البنات بالنسبه له هيبقوا اعداء. وده بيكون صاحب سارينا وبيجري على المحطه هو واهله على محطه القطر، وكانوا خايفين ومرعوبين. وده سارينا بعد ما كبر وبيجري وراهم وبيبقى عايز يقتله لانه بيكون عارف ان هو اعجب بواحده وبعت لها رسالة حب على الموبايل، وهو بيقول انا عملت كده كان غصب عني لاني ما شفتها ما قدرتش اقاوم جمالها. ودول بيكونوا رجالة جبال زعيم المنطقة وبيجوا علشان البنت اللي بعت لها الرسالة، والبنت دي بتكون بنت جبال. وهنا هو بيقول لسارينا احنا كنا بنجري علشان كنا خايفين منهم علشان هيقتلونا. وسارينا هنا بيديلهم السكينة اللي كانت معاه وبيقول لهم اقتلوه بسرعة، وبيسيبه وبيجري. لكن لما بيلاقي الموضوع فعلا بجد بيروح يقف لرجالة سيرينا وبيضربهم كلهم. بس هنا ايد زميله اتعورت وبياخدوه ويودوه المستشفى، وبيكون عاوز هو واهله يهربوا ويسيبوا البلد كلها علشان كانوا خايفين من جبال. وسارينا هنا بيقول لهم انتوا هتهربوا علشان واحد بيهددكم، لكن ده بيقول له ده مش مجرد تهديد عادي، ده نظام. وجبال هنا بيصدروا في القرية وبيحكي له ان في واحد بنته حبته وكانت عاوزة تتجوزه من غير موافقته، ورجالة جبال هنا ضربوه وكانوا عاوزين يقتلوه. لكن البنت هنا ما لقت حبيبها هيموت اتنازلت عن حبها وقالت انا موافقة اتجوز اللي بابا يختارهولي بس بشرط ما تقتلهوش. وجبال ساعتها بيتكلم عن صعوبة فقدان الناس للي بيحبوهم. وهنا جبال بيبص لصورة بنته وبيقول لهم ان المفروض مش هتقدروا تسيبوا المدينة الا لما تروحوا لجبال الاول وتعتذروا له. وهنا بيروح سارينا وصاحبه عند جبال، وسارينا بيعمل نفسه ان هو صاحبه وبيعتذر لجبال على انه صاحبه، بس جبال ساعتها ما بيقبلش اعتذارهم وبيؤمر رجالتهم انهم يقفلوا الابواب كلها وبيقولوا انتوا مش هتمشوا من هنا لحد اما نادي على بنتي كوماسي وتشوفكم وانتوا بتتضربوا. هو فعلا بينادي على بنته وبتيجي بنته كوماسي وبتكون حلوة جدا، واول ما بتيجي بيشوفها سارينا وبيعجب بجمالها وبيسأل صاحبه بيقول له انت متأكد ان انت ما عندكش مشاعر اتجاه البنت دي او بتحبها؟ لكن صاحبه ساعتها بيقول له مشاعر ايه، انت مش شايف اللي احنا فيه؟ وسيرينا هنا بيقول له انا هقول لك الحقيقة، انا مش ناندو، انا سارينا، وكمان مش انا اللي بعت لبنتك الرسائل وده اللي بعتها لها. وساعتها صاحبه بيصوت وبيقول له كده تبعني. وسارينا بيقوله على الرغم ان كنت واخد وعد على نفسي ان كل البنات اعدائي، بس بمجرد ان انا شفت بنتك غيرت شخصيتي دي وغيرت تفكيري ووعدي لاصدقائي، وانا دلوقتي بقول لها قدامك ان انا معجب بيها. وجبال لما بيسمع كده بيتعصب وبيؤمر رجالته ان هما يضربوه، لكن سارينا هنا بيضربهم كلهم وبيمسك السكينة وبيحطها على رقبة جبال، وساعتها بياخدها فرصة وبيقول لكوماسي أنا بحبك. وسارينو هنا بيصور رجالة جبال وهما بيجروا وراه ماسكين السكاكين، وساعتها هو بيهرب منهم بعد ما بيكون صورهم. وجبال ساعتها بيقول أنا لازم انتقم منه وأقتله. وهنا سارينو بيطلع فوق المبنى المكتب بتاع المفوض وبيعمل نفسه عاوز ينتحر علشان جبال عاوز يقتله، والمفوض بيقول له انزل وانا هتصل بجبال واحاول احل المشكلة اللي بينكم. وجبال بيجي على المكتب بتاع المفوض وسارينا هنا بيقعد يمثل ان هو خايف منه، والمفوض بيسأل سارينو ايه سبب المشكلة اللي بينكم، وسارينو بيقوله ان جبال كان عاوز يجوزني بنته غصب عني، ولما انا رفضت حط السكين على رقبتي وكان عاوز يقتلني، وانا اصلا ما بحبش بنته ومش عايزه اتجوزها. وبيقوله انا كنت مصورهم وانا بهرب وهما بيجروا ورايا بالسكاكين وكانوا عاوزين يقتلوني. وساعتها سارينو بيفرجهم على الفيديو اللي هو مصوره لرجالة جبال وهما بيجروا وراه بالسكاكين. وساعتها جبال بيتعصب عليه وبيتنرفز وبيقول المفوض ده كذاب، لكن المفوض هنا ما بيصدقش جبال وبيخليه يمضي على إقرار إنه ما تعرضش لسيرينو لمدة 10 أيام وإنه يديهم الفرصة يقربوا من بعض في ال10 أيام دول، وأكيد أنت ممكن تحبها. وهنا كوماسي بتاخد صحابها علشان يضربوا سيرينا وبيبقى معاهم عصيان، فبيجري سيرينا وأصحابه وبيقفلوا الباب ده عليه، وكوماسي هي وأصحابها بيقعدوا يزقوا في الباب وبيوقعوهم. وكوماسي هنا بتكسر الإزازة دي وبتحطها على رقبة سارينو، وساعتها سارينو بيقلب فار وبيبقى ميت من الرعب. وساعتها سارينا بيقول لها انا ممكن اعمل معاكي تحدي
ان انا هخليكي تحبيني خلال 10 ايام. وهي ساعتها بتقبل التحدي ده. وهنا بيشوف المفاوض كوماسي في المول، فبيطلع التليفون وبيتصل على سارينو وبيقول له تعالى في المول واشرب معايا القهوة. وبيكون كل هدفه ان هما يخليهم هما الاتنين يتقابلوا مع بعض. والمفاوض بيروح لكوماسي وبيقول لها لازم تقربي من سيرينو وتحبيه. فهي ساعتها بتتضايق كوماسي وبتضرب المساعد المفاوض بالقلم. والمفاوض ساعتها بيسيبها ويطلع يجري. ما هو العمر مش بعزق. والمفاوض هنا بيروح يتصل بسارينو وبيعرفه على الترابيزة اللي كوماسي قاعدة عليها هي واصحابها. وسارينو هنا بيوصل وبيروح ويقعد معاها. وكوماسي واصحابها بيقولوا لسارينو مش انت قلت خلال 10 ايام هتعمل محاولات علشان تخليني احبك؟ فين بقى المحاولات دي؟ وساعتها سارينو بيشوف سكينة جاية في اتجاه كوماسي، فبيضرب الكرسي برجله وبيبعدها. وده بيمسكها وبيحط على رقبتها سكينة. وهي بتفتكر ان هما تبعه وان سارينا عمل كده علشان يثبت لها شجاعته. وسارينو بيفضل يضرب فيهم وبيحاول يفهمها ان هو ما يعرفهمش، بس هي ما بتصدقهوش. وبيفضل يضرب فيهم كلهم لحد ما بيخافوا منه وبيهربوا. وساعتها سارينو بيقف وبيقعد يفكر انا هعمل معاها ايه، لحد ما بيشوف فاسو صديقة الطفولة في المول اللي هو كان واقف فيه. فبيجري عليها وبيقول لها انت مش قلتي انك مسافرة امريكا؟ وبتقوله انا اصلا جاية في شغل وهرجع تاني بعد شهر، وكمان انا نازلة في فندق. بس هو بيقول لها فندق ازاي وانا بيتي موجود؟ وبياخدها معاه البيت وبيقعدها مع اهله وبيعرفها عليهم. وبيكون سارينو هنا دايما بيتخانق مع الخدامة اللي عندهم ودايما بيتخانقوا مع بعض ومش متفقين مع بعض خالص. وسارينو هنا بيدي هدية لفاسو، الهدية اللي هي كانت مديهاله ايام المدرسة وان هو لسه محتفظ بيها لحد دلوقتي. واصحاب سارينو هنا بيتصلوا على كوماسي وبيعرفوها ان سارينو واخد بنت عنده في البيت. وساعتها كوماسي بتحس بالغيرة وبتفضل تشرب لحد ما بتسكر. وكوماسي بتروح عند سارينو في البيت وبتقوله انت فاكر انك كده هتخليني احبك واغير عليك؟ تبقى غلطان. لكن فاسو هنا بتكون كل همها ان كوماسي ما تشوفهاش وبتكون خايفة قوي. وكوماسي هنا بتتصل بسارينو وهي سكرانة وبتقوله تعالى يلا عشان تتجوزني. وساعتها سارينو بيفرح قوي وبيفضل يرقص لحد ما كوماسي تضربه بالقلم. وجيبال لما بيعرف ان كوماسي ضربت سارينا بالقلم بيفرح قوي. وهنا جيبال بيروح يقابل ده في الحجز وبيقول له حاجة وبيسيبه وبيمشي. وسارينو هنا بيشوف فاسو والدموع كانت في عينيها وبيفكر ان هي بتعيط وبيروح يزعق لأهله كلهم. وهي بتقوله لا ما عملوليش حاجة، انا كنت بس بقطع بصل. واهل سارينو هنا بيقعدوا مع فاسو وبيسألوه عن علاقتها بابنهم. وهي بتقول لهم من 6 شهور كان في مشروع معماري عامله سارينو والكل اعجب بشرح سيرينو ورشحوا له وظيفة المشروع، وانا قابلته هناك بالصدفة وما كنتش اعرف ان احنا قابلنا بعض ايام الطفولة وكنا نعرف بعض. بس هو ساعتها عارفني وجه صارحني بحبه، لكن للأسف انا كنت عارفة واحد تاني وحبيته خلاص. وسارينو ساعتها مشي وهو حزين. وتاني يوم قابلني وعرفته ان انا هتجوز وهسافر امريكا مع جوزي. وبيجي ده وخبط فيه فسارينو هنا ضربه. ووقتها عرفت ايه معنى الحب الحقيقي من سارينو، على الرغم من اني محبتهوش بس هو فضل مشاعره اتجاهي هي. وهنا في النادي كوماسي واصحابها بيسألوا كابتن النادي على المدرب اللي هيدربهم السباحة علشان البطولة وبيقول لهم ان هو جاي حالا. وساعتها سارينو هو اللي بيجي والكابتن ساعتها بيقول لهم ان هو ده المدرب. كوماسي بتتحدى سارينو وبتقوله انت لو فضلت تحت المية لمدة دقيقتين ساعتها هقتنع انك مدرب. ساعتها هو بيقول لها طب لو فضلت 5 دقايق هتقولي لي ان انت بتحبيني؟ فقالت له هفكر. وساعتها سارينو بينزل المية وهو اصلا ما كانش بيعرف يعوم وبيكون قد التحدي وبيفضل تحت المية لمدة دقيقتين لانه اصلا كان غرقان ما كانش بيعمل تحدي ولا حاجة. وكوماسي ساعتها بتقلق عليه وبتنط علشان تنقذه. ولما بيطلعوا وبيفوقوه بيزعق لها وبيقول لها انت خرجتيني ليه؟ انا نازل تاني علشان اعمل 5 دقايق تانيين علشان اكسب التحدي وانت تقولي لي ان انت بتحبيني. وساعتها كوماسي بتقوله انت بتعمل ايه وبتضربه بالقلم وبتقوله انت مجنون هتموت. وسارينو بيقابل كوماسي وبيقول لها ان هو مش مصدق ان اخيرا هي حبته. وكوماسي ساعتها بتقوله انا منكرش ان انا اعجبت بيك واعجبت بشخصيتك قوي، بس للاسف انا لسه ما حبيتكش. وسارينو هنا بيحزن قوي. وفجأة هنا في حد هنا بيحدف دي على راس سارينو وبيجي هنا عصابة وبيفضلوا يضربوا فيه. ولما ده بيجيب السكينة علشان يقتل سارينو ساعتها بتجري عليه كوماسي وبتحضنه علشان السكينة تيجي فيها هي. بس سارينو هنا بيمسك السكينة بإيده قبل ما تيجي فيها وإيديه بتتعور. وهو ساعتها بيتأكد إن كوماسي بتحبه وبيفضل يضربهم كلهم وبيخلص عليهم. وجيبال بيروح لهم وبياخد كوماسي
وبيقول لسارينو انت عاوزني اجوزك بنتي، يبقى انت كده عاوز تموت، لان اللي هيقرب منها غاجة هيقتله، ولو انت راجل روح وتحداه. وده غاجة وبيكون في السجن، ورجالي غاجة هنا كانوا بيفرجوا غاجة على الصور بتاعت سارينو وبيقولوا له ان ده اللي ضرب رجالتك ودخلهم كلهم المستشفى. وسارينو هنا بيروح لغاجة في السجن وبيعمل نفسه ان هو خايف منه وبيقوله انت عاوز تقتلني ليه واحنا اصلا ما نعرفش بعض. وغاجة بيقوله انت اللي انقذت كوماسي اما بعتلها رجالتي في المول عشان يقتلوها، وثانيا جبالي جالي هنا وتحداني لو انا قتلت بنته انت هتقتلني. وبيكون ده الشخص اللي جبال جاله السجن وكلمه ومشي على طول. وسارينو هنا بيسأله انت ليه عاوز تقتلها، هي عملت لك ايه؟ وغاجة هنا بيقوله من 20 سنة اختي كانت بتتجوز وراح جبال علشان يتجوزها بالعافية، وابويا مات وهو كان بيمنعه ان هو ما ياخدش بنته قدام عينه. وساعتها اختي اما بتشوف كده ما بتتحملش موت بابا قدام عينيها وبتموت نفسها هي كمان. وانا كنت رايح علشان اقتل جبال وكنت ماسك السكينة علشان اقتله، لكن فجأة السكينة بتيجي في راجل من رجالته وانا دخلت السجن وكبرت هنا، وبالرغم من فات السنين دي كلها والانتقام لسه جوايا ولازم اخد حقي. واخدت اغلب ممتلكات جبال بالقوة وكمان خليت بنته الكبيرة تحبني فاسو. وساعتها حاول جبال يجوزها بالعافية لواحد تاني، وهي علشان بتحبني هربت وجاتلي، ولما عرفت ان كنت بخدعها ساعتها اتصدمت لما عرفت ان كل هدفي كان ان انا انتقم من ابوها، فساعتها انتحرت ورمت نفسها من فوق الجبل ووقعت في النهر. وسارينو هنا بينصدم لما بيعرف ان كوماسي تبقى اخت فاسو، وهنا بيروح ده علشان يخطب كوماسي وبيكون هو كمان مريض نفسي وبيتخيل حاجات مش موجودة. وجبال بيفرح ما بيعرف ان هو عنده نفس مرضه وبيحدد ميعاد الفرح بعد اسبوع لانه بيكون متأكد ان غاجة وسارينو هيقتلوا بعض، لكن هنا بينصدم لما بيلاقي الاتنين داخلين عليه وغاجة بيمسك ايد كوماسي علشان يخطفها ويقتلها وبيقول لهم اي حد هيوقفني انا هقتله. وساعتها سارينو بيقول له بدل ما تقتلها اتجوزها وانا علشان صداقتي هتنازلك عن حبي ليها مقابل صداقتنا. فغاجة هنا بيتأثر بكلام سارينو وبيروح يحضنوا بعض وبياخدها وبيمشي. وجبال بيقول لسارينو لو رجعت لي بنتي هجوزها لك، وساعتها سارينو بيكون فرحان قوي. وسارينو هنا بيروح عند غاجة وغاجة بيشكر سارينو، وسارينو بيقوله انا هتجوز كوماسي ومش هتكون لحد غيري. وبياخد كوماسي وبيسلمها لغاجة وبيقوله انا هخليها امانة عندك لمدة اسبوع، لو حسيت ان صداقتنا تستاهل تخلينا اتجوزها جوزها لي وسلمها لي. ودي بتكون حيلة تانية من سارينو علشان ما يدخلش مع غاجة في مشاكل. وهنا غاجة بيفكر في كلام سارينو، وسارينو هنا بيروح البيت عند غاجة وبيتسحب علشان يروح يخطف كوماسي من غير ما حد يشوفه. وبيقع الموبايل بتاع جوز اخت غاجة وبيصور سارينو وبيهرب بكوماسي. وبيروح سارينا وكوماسي على البيت وبتشوف اختها فاسو وبيروحوا يحضنوا بعض. وفاسو ساعتها بتحكي لكوماسي وبتقول لها اما هي وقعت من النهر انقذها مجموعه من الناس، بس بابا ساعتها مفكرش ان هو يدور عليا وفكرني هو وغاجة ان انا مت، علشان كده قلت لازم افضل بعيد وكنت هسافر على امريكا، بس سارينو ساعتها منعني وجابني هنا. وسارينو بيقول لها بعد ما قابلت غاجة وجيت سألت اختك انت لسه بتحبيه؟ فقالت لي ايوه، لاني واثقه ان غاجة هو كمان بيحبني لان قلبه طيب واظهر انسانيته لما شفته بينقذ طفل في الشارع اتعرض لحادثه. وهنا تاني يوم غاجة بيعرف ان كوماسي هربت وده بيقوله اكيد سارينو هو اللي هربها. وغاجة هنا بيضربه بالقلم وبيقوله لو انت شكيت في سارينو تاني او حاولت تشككني فيه انا هقتلك. وبيقول لهم روحوا دوروا عليها في بيت جبال. وسارينو بيروح عند جبال وبيفضل يخدعه وبيستغل ان هو عنده مرض خيال وان هو مريض نفسي وبيعمل اكن كوماسي موجودة وبيفضل يكلمها. وما يبص جبال بيشوف كوماسي وبيكون سارينو متفق معاه ان هي تطلع لهلوسه. وسارينو هنا بيتصل على غاجة وبيسأله هي كوماسي عندك؟ وغاجة ساعتها بيكذب عليه وبيقوله هي قاعدة قدامي اهي. وسارينو هنا بيعمل نفسه مصدقه. وغاجة بيمسك الصورة بتاعت فاسو وبيقول لها انا بحبك بس انتقامي لاختي اقوى من حبنا. والنور بيقطع في بيت غاجة وبيعمل سارينو خطة مع فاسو علشان يخلوا غاجة يعترف لها بحبه. وفاسو هنا بتفضل تنادي على غاجة علشان تخوفه ويفكر ان ده شبح في البيت وان ده شبح فاسو.
وكوماسي هنا بيظهر قدام بابها وبياخدها سارينا وبيجري بيها على الأوضة، وبعديها بتظهر فاسو وهي كمان بتدخل الأوضة مع سارينو، وجبال بيبص عليهم من الشباك وبيلاقيهم فرحانين وبيرقصوا، وهو بيكون خلاص هيتجنن أكتر ما هو مجنون أصلا ومفكر إن كل ده تهيؤات. وغاكا هنا بيكون مكتئب بسبب شبح فاسو اللي دايما بيطارده دلوقتي، وغاكا بيروح على بيت جبال وبيدوروا على كوماسي، ودول لما بيشوفوا فاسو في الأوضة بيكونوا خايفين علشان كانوا مفكرينها شبح. وغاكا هنا بيلاقي كوماسي وبياخدها معاه، وبيكون جبال معتقد ان هو لسه متهيأله، وجبال بيمسك في سارينو، فبتظهر هنا فاسو لكن فجأة هنا بتقوله ان هي مش خيال ولا حقيقة، والفضل ده يرجع لسارينو ان انا لسه موجودة لحد دلوقتي، هو عمل معايا اللي انت معرفتش تعمله معايا. وجبال بيحس هنا بالندم وبيعترف بغلطته، وسارينا هنا بيقوله انت لسه عندك فرصة ان تصلح غلطتك وتجوز فاسو لغاجة، وبيقوله انا موافق. وسارينو هنا بيروح لغاجة، وغاجة هنا بيديله كوماسي وبيقوله انت تستحقها لانك صديق وفي وواثق فيك. وهنا بيقف جوز اخت غاجة قدام صورة مراته وبيقول لها اخوكي وقع في سحر سيرينو، وبيقول لها اعملي اي حاجة علشان يعرف ان سيرينو بينتقم منه وبيخدعه كمان. فالقطة هنا بتوقع التليفون في ايده، وساعتها بيشوف الفيديو اللي سارينو بيخطف فيه كوماسي، لكن فاسو هنا بتظهر مرة تانية على انها شبح وبتقوله انا مش هبعد عنك غير لما تتجوزني. وبيروح جوز اخت غاجة وبيفرج الفيديو لغاجة، لكن غاجة هنا بيقول لسارينو مش انت اللي عملت كده، روح فاسو هي اللي عملت كده وخليتك تعمل كده لما هي دخلت جواك. وغاجة هنا بيترجى سارينو ان هو يساعده ان هو يخليه يتجوز فاسو علشان الشبح بتاعها يبعد عنه، وهو ساعتها بيبدأ في تجهيزات الفرح. وسارينو ساعتها بيتواصل مع أصحابه بالسماعات البلوتوث علشان يرتبوا كل حاجة مع بعض، لكن واحد منهم بيقع منه السماعة، وجوز أخت سارينو بيسمع كل حاجة، وبيسمع سارينو بيقول إن فاسو مش شبح وإن هي حقيقية، وبيصور سارينو وهو بيتكلم مع فاسو وبيجري علشان يوريها لغاجة، لكن قبل ما بيوصل بيمسكوه وبيكتفوه. وغاجة هنا بينادي على فاسو وبتظهر له على إنها شبح، وكل الموجودين ساعتها بيخافوا وبيطلعوا يجروا. وجوز اخت غاجة بيفك نفسه وبيجري علشان يقول لغاجة على الحقيقة، وغاجة هنا بيعمل مراسم الجواز وبيعمل نفسه خايف قوي، وبعد كده بيقوم يضرب الحاجات اللي على الارض دي برجليه وبيحط المسدس في راس فاسو. وغاجة هنا بيضرب سارينو وبيقول انا عرفت كل حاجة وانك كل ده بيتمثل عليا، بس اتأكدت لما شفتك وانت بتتكلم مع فاسو وعرفت ان هي مش شبح. وغاجة هنا بيهدد جبال ان هو هيقتل بناته الاتنين، وجبال بيقوله لو انت راجل اعرف بس المسهم وانا هقعد اتفرج وهشوف انت هتعمل ايه، وشوف بقى سارينو هيعمل فيك ايه. وسارينو هنا بيفضل يضرب في غاجة ورجالته وهم كمان بيضربوا فيه، وساعتها فاسو بتمسك المسدس وكانت عاوز تضرب النار على غاجة، لكن ساعتها سارينو بياخد الرصاصة مكانه. وسارينو هنا بيقول لفاسو انا عملت كل ده علشان اشوفك مبسوطة، ومش هقدر اشوفك وانت بتقتلي حبيب عمرك كله قدام عيني وترجعي تندمي ان انت قتلت غاجة. وبيندم هنا غاجة وبيقوله انت انقذت حياتي وقتلت جوايا الانتقام اللي كان جوايا، انت فعلا صديق حقيقي. وهنا كوماسي بيتجوز سارينو وغاجة بيتجوز فاسو، ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.